السلام عليكم الزفلاون، نتمنى نتلاقى بكم في هذا الفيديو، تكونوا في اتم الصحه وراحه البال. بناتي ولادي، فضلا منكم ما تنساوليش هذاك الجام وتفعيل الجرس باش تتفاعل القناه. واحد التعليق شباب يكون كيما نتوما، وواحد البارطاج ليصلكم كل ما هو جديد، وكملوا الفيديو حتى التالي. اعزائي الغاليين، غير باش تتفاعل القناه راها في اول البدايه نتاعها، باش نبقاو نحطوا كل يوم الوصفات اللي تليق بكم واللي تعجبكم، ودائما مع الجديد ان شاء الله. عندنا اليوم كيلو نتاع تشارك العريان من نوع الرفيع الهشاشه، وشوفوا كيفاش يصبر معكم، وكملوا معنا لا فيديو اعزائي الغاليين. عندي كيلو تاع الفرينه من النوع الجيد، انا كي عبرتها عطاتني 3 تاع لي بول هنايا هاد الكبار. من بعد ما نغربوا الفرينه تاعنا، هنايا عندي واحد الرشه نتاع الملح، وعندي واحد المغرفه صغيره نتاع لافاني، وعندي واحد الملعقه ملعقه كبيره تاع السكر غلاس. واللي يحب الحلاوه في العجينه يدير زوج تاع يزيد شويه. هنايا كما راكم تشوفوا نواشف مع بعض نخلطوهم، ومن بعد نروحوا ندوبوا ليدام نتاعنا. ليدام نتاعنا انايا درت السمن. هاد السمن انا هنايا درت هذاك البول اللي عبرت به الفرينه من الاول. انا هنا نعبر ما راش معمر، لكن نزيد نعبر العبر هذاك صبع يكون ناقص صبع، نزيد واحد شويه تاع الزيت عليه كما راكم تشوفوا. نبسوا هذيك الفرينه تاعنا مليح مليح. لما نبسوها ما نخليوش كامل هذوك الكويرات في العجينه، ونديروا نتستيو العجينه تاعنا بيدنا. لما بهذه الطريقه هذه كي نشوفوها تتلايم ما تتفتتش، هذاك هو القوام نتاع الهشاشه نتاع التشارك نتاعنا. هنا راني نبسس مليح، ونجيب حبه نتاع البيض كامله ونحط عليها. هنا عندي كاس تاع الماء اللي هو نص بنص، نص ما زهر ونص نتاع الماء. من هذاك الماء والماء زهر اللي درتها في الكاس نحط شويه نخلط به هذيك الحبه تاع البيض، غير باش ما تديرناش هذوك لي كريمو هكاك دوك الكويرات في العجينه. ونضيفها نخلطها في العجينه طبعا، ونزيد نكمل العجينه، نبقى نخلط غير بشويه بهذاك الماء والماء زهر، ونعطي القوام اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. العجينه تاعنا تجي رطبه وتجي ساهله في اليد باش تحكميها وما تلصقلكش في اليد. هنايا خليت العجينه تاعي تريح، انا خليتها على الاقل واحد نص ساعه، وانتم خليو العجينه تاعكم. وكنت في العجينه سمحوا لي كنت درت واحد نصف ملعقه صغيره تاع القهوه نتاع خميره الحلويات، غير شويه برك ما تكتروش. هنايا عندي اللوز، انا درت اللوز هنايا من بعد ما حمصته ورحيته ونحيت لها القشره. راني درت 3 تاع الكيلات نتاع اللوز، ودرت شويه تاع القرفه، ودرت واحد الملعقه نتاع السكر تاع السكر غلاس. واللي يحب الحلاوه هنايا نورمالمون ديروا تقريبا كاس تاع السكر، ديروا كاس تاع السكر تاع السكر غلاس. انايا شفتوا راني درت غير ملعقه صغيره، ملعقه عفوا كبيره نتاع الاكل اللي درتها تاع السكر. انا نحب السكر ناقص في الحلويات نتاعي. وهنايا كما قلت لكم درت شويه قرفه وخلطتها بالمزهر. هنا نعجن حتى نحكم القوام باليد الاخرى اللي ما تلصقليش. شوفوا اليد الاخرى راه يلصق، واليد الاخرى اللي ما خلطتش بها ما يلصقش. هنا غير ما تجريوهش برك، نكوروا كامل هذوك الكويرات على حساب العجينه اللي تحبوا ولا الحبه تاع التشارك نتاعكم. نكوروه ونخليوه نوجدوا يعني العجينه نتاعنا، ونكوروا العجينه نتاعنا، ونكوروا هذيك الخلطه نتاع اللوز تاعنا تاع العقده باش كلشي يجينا واجد. هنايا العجينه تاعي راني غير بالكوبات نشكلها. تحبوا ديروها غير هكذاك دائره نتاع العجينه وتلويو، يعني تجي حتى الحبه تاع الشارك عادي يعني تجي مليحه، لكن هنايا تعطيها واحد الشكل تاع شارك العريان. هنا كما راكم تشوفوا درت لها كما المثلث بهذيك الكوبات، ونجيب هذيك الكويره نتاعي تاع العقده نتاعي تاع اللوز وراني نديرها، وراني شغل نقرص العجينه. نقرص هذيك العجينه. شوفوا هنا راني نستعين بالكوبات العجينه، وهنايا راني نقرص هذيك العجينه باش ما يخرج لناش الحشو نتاعنا مع الاطراف منه ومنه. هنايا نخليو دائما في الوسط واحد شويه نتاع الحبه تاع الشارك هذيك تجي خشينه، ومع الاطراف يعني نتحفوها
انا عندي حبه تاع البيض، انا درت حبه تاع البيض كامله، واللي حب يدير غير الصفار ويزيد معها شويه تاع الخل ولا شويه تاع الماء ويخلط. انا درت حبه تاع البيض كامله هنايا، وراني نرمد في هذاك اللوز اللي خليته خشين، دششته يعني درته شويه خشين. انا راني نكمل في العجينه تاعي حتى نكمل التشارك تاعي كامل مره واحده. غير برك قبل ما نطيبوه هاني نشكه هكا من الفوق بالحبه بالحبه، غير بالكوردون هكذا حبه باش يتنفس هذيك الخميره اللي حطيناها شويه في الوسط، باش الحبه تاع التشارك تقعد لنا هكذاك الشكل تاعها مليح، ما تتنفخناش ولا تتشقق. هذه هي. هنا بالك ما شفتوهاش في الصوره، هذيك الكوردون كي حطيت كي تقبت بها هذيك الحبه تاع التشارك. هنا الطياب تاعها انا حتى كملت التشارك تاعي كامل، كملته وطيبته في خاطري ما يصرى له والو. الطياب تاعه كما راكم تشوفوا يجي دوغي اللون اللي يعني ما تحرقوش برك من تحت، خاطر الا فوتنا له الطياب هاد التشارك العريان كما تعرفوا راه يجي قاسح، يجي يابس. هنايا غير شويه من تحت وشويه من الفوق، والتشارك تاعنا هذاك هو الطياب تاعه، اللون تاعه يجي شباب. هذا هو اعزائي الغاليين الفيديو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، وان شاء الله غير تفاعل القناه برك نولي نحط لكم الوصفات اللي راهي بخاطركم ان شاء الله. هذا هو التشارك تاعنا، راني مازال ما طيبتهاش انا في الصوره كما راكم تشوفوا، ومن بعد نشوفوه طايب ونشوفوه هشيش وشباب، خاصه اللي درتوه في هذوك لي بواط ما يدخلوش الميديتي ولا حاجات تشوفوا في بلاكار تكونوا هكذا، مادام يقعد وهو يزيد يطرى وتزيد الهشاشه تاعه والبنه تاعه كما راكم تشوفوا. تشارك العريان دائما في القمه، والحطه تاعه تبقى هي